السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. احنا النهارده هنكمل بقيه البيزك سيلكتورز بعد ما اخدنا المره اللي فاتت 3 انواع. هنتكلم النهارده عن حاجتين كمان اللي هما اليونيفرسال سيلكتور والجروبنج سيلكتور. بس قبل ما نتكلم عنهم احنا محتاجين نتكلم عن حاجه مهمه جدا، وهي اول ما بنعمل صفحه HTML وقسمنا الاليمنتس بتاعتنا بنلاقي ان في ستايلات البراوزر واخدها ديفولت. يعني اي براوزر بيروح يحط للاليمنت دي شويه ستايلات من عنده عشان تبقى الصفحه مقروءه، ما يبقاش داخل في بعضه الكلام، ما يبقاش المسافات صغيره. فدي انا ما حطيتهاش، انت ما حطيتهاش، البراوزر اللي حطها. تعالوا كده نشوفها مع بعض، نقدر نشوف ده ازاي. دي الصفحه اللي احنا عملناها مع بعض المره اللي فاتت. لو احنا بصينا كده هلو وورلد ويلكم تو اور ويب سايت، انا عايزه اشوف الويب سايت ده ايه الستايلات اللي هو واخدها اوتوماتيك من غير ما انا اجي جنبها. هنعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله هروح اعمل كليك يمين واختار كلمه اسمها انسبكت. هنا بيعمل ايه؟ الجزء اللي على الشمال ده فيه كل الكود بتاع ال HTML، والجزء اللي على اليمين ده هيكون فيه ال CSS. يعني مثلا لو انا رحت وقفت عند ال H1، بصوا كده انا وقفت عليها، اول ما وقفت عليها راح هنا جاب لي الستايل بتاعها وقال لي انت عامل ستايل في ملف اسمه style.css وواخد كلر اسمه ريد. فانت اي اليمنت دلوقتي تقدر تشوفه. برضو لو رحت عند الباراجراف راح قال لي ايه ده؟ باراجراف انت منادياه بهاش تايتل عشان هو ID طبعا، ومدياله كلر اسمه بلو. وخدي بالك هو كان واخد ستايل كمان عشان هو كان باراجراف، مش انت رايحه عامله باراجراف مدياله كلر جرين، بس انت لما رحتي حطيتي هاش تايتل هي غطت عليه. هنتكلم عن ده طبعا اكيد بالتفصيل في سيشن تاني. فين بقى الستايلات الديفولت اللي انت بتقولي عليها دي؟ بصوا كده انا رجعت تاني لل H1. احنا كل اللي احنا حطيناه في ال H1 لما رحنا صفحتنا كانت الكلر بريد. بس بصوا كده هو واخد ايه كمان؟ واخد ستايلات تانية انا ما جيتش جنبها. واخد حاجه اسمها ديسبلاي، واخد حاجه اسمها فونت سايز، واخد حاجه اسمها مارجن، واخد فونت ويت. انا ما كتبتش ولا كلمه من دول. بس بصوا حتى كده هو جه قال لي ايه؟ يوزر ايجنت ستايل شيت، دي من البراوزر انت ما كتبتهاش. فحتى بص كده لو انا وقفت تاني على الاتش 1 شايف اللون البرتقاني المتمركز فوق وتحت؟ اللون البرتقاني ده اسمه مارجن، هنتكلم عنه بعدين. بس ده ستايل هو واخده، يعني سايب مسافه من فوق وسايب مسافه من تحت. المسافه دي انا ما حطيتهاش بنفسي. ففي اوقات ببقى محتاجه ان انا اشيل كل المسافات دي، انا عايزه اشيل اي حاجه ديفولت البراوزر حاططها. فبنعمل ايه؟ ده اللي هيخلينا نلجا للسلكتور اللي اسمه يونيفرسال سيلكتور. كل اللي انا هعمله هاجي هنا في الستايل واروح انادي حاجه اسمها يونيفرسال سيلكتور. ايه اليونيفرسال سيلكتور؟ اللي هي علامه الستار، وافتح كيرلي براكتس بتاعتي واجي مثلا اقول لها المارجن اللي هي المسافه البرتقاني بصفر. بصوا كده ايه اللي حصل؟ اول ما انا حطيت مارجن بصفر المسافه اللي كانت موجوده كبيره تحت، يعني خلوني ارجع تاني كده، بصوا في مسافه كبيره هنا. انا لما اجي احط المارجن بصفر ايه اللي هيحصل؟ المارجن اتشال. ودي حاجه كانت قلت لكم بصوا بقى اهي، راح حط لي في الستايلز، انت رحتي ناديتي السلكتور وحطيتي المارجن بصفر، وهنا خلاص هو كده ده بقى اثر عليا. فاليونيفرسال سلكتور ده انا بستخدمه امتى؟ لو انا عايز اعمل ريست للستايلز اللي موجوده ديفولت. ده سهل خالص، يعني ده اسهل واحد فيهم. تاني نوع الجروبنج. الجروبنج من اسمه جروب. يعني مثلا انا عندي باراجراف وعندي H2 مثلا، وعايزه اديهم هما الاثنين نفس الستايل، عايزه اخليهم هما الاثنين لونهم واحد، عايزه اخليهم هما الاثنين مقاسهم واحد، ايا كان انت عايز الاثنين متشاركين في نفس الستايل. مش لازم كل الستايلات. تعالوا كده مع بعض نشيل كل الستايلات القديمه دي وندي احنا ستايلات تاني من اول وجديد. يعني مثلا هنقول ان ال H1 واخد كلر احمر، وعايزين كمان ال H2. خلينا نرجع الايمج عشان الشاشه كبرت قوي، ونقول الويتس بتاعها 150 بكسل. ال H2 اللي هو هنا ده انا عايزه اخليه هو كمان لونه احمر. اللي انا هعمله هعمل كده زي ما احنا اتعلمنا كلر بريد لونه احمر عادي جدا. فطبعا دلوقتي انت عندك 2 اليمنت واخدين نفس الستايل، ليه تكرر في الكود؟ احنا اصلا عايزين نخلي الكود بتاعنا مش متكرر. فنعملها ازاي بقى؟ كل اللي عليك هتعمله روح شيل دي خالص، احنا مش عايزينها، وهتيجي عند ال H1 قول لها خدي كمان معاكي ال H2. كل اللي انا هعمله اروح اعمل كوما واكتب H2. يبقى انت كده عملت ايه؟ انت قلت له روح اختار لي ال H1 وروح اختار لي ال H2 واديله الكلر، فهو راح حط لل H1 الكلر الاحمر وحط لل H2 الكلر الاحمر. ده اسمه ايه؟ ده اسمه جروبنج. لازم نحط الكوما، لان مثلا لو انا قلت عندي باراجراف زي ده وهاجي جوه الباراجراف ده، خلينا نشيل الكلاس دلوقتي، وهاجي احط مثلا هنا جوه الباراجراف سبان هكتب فيها هلو. لو انا رحت
قلت انا عايز هلو دي او السبان ده هو كمان يبقى لونه احمر والباراجراف لونه ازرق. تعالى نقول الباراجراف الكالر بتاع بلو، وعايز السبان اللون بتاعها احمر، فكنا هنروح نعمل ايه؟ السبان الكالر بتاعها احمر كده. هي خدت اللون اهو. ما لاقيش حد بقى يقول لي ايه طيب السبان عايزين نخليها هي كمان بلون احمر، يبقى انا هروح احطها هنا. ماشي، حلو زي الفل، انت كده بتفكر صح. ما اروحش بقى اعمل كده ليه؟ دي مشكلة تانية خالص. دي مش معناها خد معاك السبان، لا، انت كده معناها ان انت بتقول له جوه ال H2 هتلاقي سبان، هي دي اللي خليها لونها احمر. فده كده ما بقاش جروبنج، ده حاجة تانية هنتكلم عنها قدام. فانت ما تنساش ان انت لازم تحط الكوما، يبقى الكوما دي معناها جروبنج، يعني روح شوف element تاني وهو ده اللي هتديله الستايلز بتاعك. يبقى احنا كده السيشن دي عرفنا حاجتين مهمين جدا، اليونيفرسال سيلكتور وده مهمته انه بيريست كل الستايلز اللي موجوده، وطبعا عرفنا ان البراوزر بيبقى ليه اصلا ديفولت ستايلز، فاحنا بنختار اليونيفرسال عشان نريست بيها. تاني حاجه هي الجروبنج. لو انا عندي اكتر من element في الصفحه، وطبعا مش لازم يكونوا element، يعني انا لو عندي حاجه مثلا زي الباراجراف ده ورحت اديته كلاس وعايزه اناديه عادي، ناديه عادي، يعني تعالى هنا وقتها ما تقولش مثلا سبان وقول ده انا هنادي الحاجه اللي واخده كلاس اسمه ديسكريبشن كده مثلا. دي معناها ان انا بنادي حاجه واخده كلاس ديسكريبشن، يعني مش لازم يبقوا كلهم element. ده اسمه ايه؟ ده اسمه جروبنج. فدول كده البيزك سيلكتورز احنا كده اتكلمنا عنهم. طبعا لو حد عنده اي سؤال يا ريت يسيب لي في التعليقات. باي باي.